في تجربة مشهورة بخصوص موضوع الكذب ده عملها عالم مهتم بدراسة السلوك البشري اسمه دان ايرلي. جاب مجموعة من الناس واداهم زي اختبار ماث كده فيها شوية أرقام عشرية، والمفروض إنك تلاقي كل رقمين لما تجمعهم يدولك 10. كويس بسيط يعني ما فيهوش حاجة، مسائل سهلة بس عايزة شوية وقت. بس هو اداهم 5 دقايق بس، وقال لهم بعد ال5 دقايق دي كل واحد هيحفظ هو حل كام مسألة، وبعدها خد ورقتك وروح حطها في الآلة بتاعة تقطيع الورق، وبعد كده تعالى قول لي حليت كام مسألة، وعلى عدد المسائل اللي انت حليتها هتاخد بونص او هتاخد فلوس. بس بيني وبينك الآلة ما كانتش شغالة، ما كانتش بتقطع الورق. لقى ايه بقى يا عم دان؟ لقى ان 7 من أصل 10 بيكذبوا، وقالوا ان هم حلوا 6 مسائل من أصل 10 وهم في الحقيقة حالين 4 بس. بس شوف يا اخي الدهاء، ما قالوش ان هم حالين 10 ولا 9 ولا حتى 8، قالوا حالين 6 بس. قناعة، كدبة محسوبة عشان ما حدش ينخرب وراهم او يشك فيهم. وعلى فكرة الناس اللي كانت في التجربة دي ناس عادية جدا زي وزيك، شايفين ومستعدين ان هم ممكن يكذبوا كدبة بيضة او نص كدبة عشان يقدروا يحصلوا على حاجة هتسعدهم وتبسطهم بدون ما يأذوا حد. وطالما ما أذوش حد خلاص مفيش مشكلة. طب هي ليه الناس بتكذب؟ وهل كلنا بنكذب؟ وليه مش عارفين نقول الحقيقة بشكل مستمر؟ تعالوا نفكر مع بعض. هو في الأول إيه هو الكذب أصلاً؟ ببساطة هو واحد بيمثل عشان يخلق اعتقاد خاطئ في الضحية بتاعته، حتى لو الضحية دي أنت شخصياً، واللي بالمناسبة كلنا أو أغلبنا بنكذب على نفسنا. على فكرة مش لازم الكذب يبقى حاجة واحدة أو حاجة واخدة شكل واحد، لأن في منه أنواع كتير، زي إنك تقول حاجة مش صح، أو إنك تتجنب الحقيقة، أو تبالغ في الحقيقة، أو تشكك في حاجة صح بتتقالك، أو ممكن تكون حاجة أنت بتعملها بعدم أمانة، أو حاجة ما بتعملهاش مع إنك المفروض تعملها. كل دي انواع من الكذب، وللاسف ناس كتيره قوي مننا بتعملها. في شويه دراسات اتعملت على شويه طلبه من الجامعه، ولقت ان تقريبا 25% من الطلبه دول بيكذبوا او بيحوروا في النقاشات بتاعتهم مع البيست فريندز بتوعهم، و30% مع البارتنرز بتوعهم شركائهم في حياتهم، و50% مع معارفهم واهلهم، و80% مع الناس الغريبه عنهم. وبمناسبة 25% مع البيست فريندز بتوعهم دول، انا عندي واحد صاحبي مثلا اول ما بيقول لي بلبس الكوتشي ونازل اهو بعرف ان فيها ساعة وربع تاني انا مستنيه تحت لسه. طب هو احنا ازاي بنبرر لكل ده؟ وازاي بنخلق اعذار لده؟ فكر معايا كده، هو ايه اللي احنا عايزينه في تفاعلاتنا اليومية مع الناس سواء نعرفهم او ما نعرفهمش؟ عايزين نبقى لطاف، ظراف، خفاف، مسموعين، نقول رأينا في حاجة، وفي نفس الوقت عايزين الناس اللي احنا بنتكلم معاهم يبقوا حاسين بالرضا في كلامهم معانا، نقوي علاقتنا بيهم، او نخليهم يعملوا حاجة احنا عايزينهم يعملوها، او اننا نثبت لهم ان احنا جامدين وعندنا اجوبة كل الاسئلة اللي بتدور في دماغهم، او ياخدوا رأي حد فيها. وبكده مع الوقت نبقى اكتسبنا ثقة وقوة في نفسنا اكتر. كلنا عندنا دافع من الدوافع دي ورا اي تعامل في تعاملاتنا اليومية، وعلى اساسها يا اما بتقدر تتصرف بصدق، او بتقدر تتصرف بكذب او بتحوير او بكذبة بيضة زي ما بنقول لنفسنا، واللي هي بالمناسبة بتتقسم ل5 انواع. اول نوع وهو كذب بخصوص مشاعرنا وارائنا، زي مثلا لما واحد صاحبك يقابلك وهو لابس قميص جديد وفرحان بيه جدا، ويجي يسألك ايه رأيك، حتى لو مش عاجبك القميص هتقول له ده هياكل منك حته، برغم ان هو ممكن يبقى شبه سندوتش الكبده فيه، بس يعني انت هتكسر بخاطره. تاني نوع وهو الخطط بتاعتك او اماكن تواجدك، زي صاحبك اللي بيقول لك انه بيلبس الكوتشي ونازل وهو لسه قاعد بالبوكسر اصلا وبيفكر يقوم ياخد دش قبل ما ينزل لك. تالت نوع وهو خاص بمعرفتنا وانجازاتنا او حتى الحاجات اللي احنا بنفشل فيها، زي انك مثلا تبقى كاتب على البايو بتاع الفيسبوك بتاعك في البروفايل انك بتمثل او بتغني وانت في الحقيقه ما بتعرفش تعمل ده. رابع نوع بخصوص تفسير افعالك او حاجه انت عملتها، زي انك تتاخر على محاضره مثلا فتروح تقول للدكتور والله يا دكتور معلش الكوبري كان واقف وانت اصلا ساكن على اول الشارع. واخر حاجه حقائق شخصيه عنك او عن ممتلكاتك، زي انك تقول لحد انك معاك عربيه مرسيدس وانت اصلا معاك 127 حمر. كل دي حاجات مش مضره لغيرك ومش هتسبب له اذى، بس هي بتحصل وتتعمل كل يوم ومن كل الناس، ويمكن ده السبب اللي خلاها مش مضره او انت متخيل ان هي مش هتاذي غيرك. طب نرجع لسؤالنا الاولاني، احنا ازاي بنبرر لده؟ الناس لما بتكذب او بتحور بتبرر لده سواء بوعي او من غير وعي انها بتحمي نفسها او بتحمي اللي بيكذبوا عليهم، عشان هما الاتنين هيزعلوا جامد لو قالوا الحقيقه في الموقف ده. وهنا تحول الكذب من حاجه وحشه لشكل من اشكال السلوك الاجتماعي الايجابي. وهنا في نوعين من الكذب، سيلف سنترد لايز او الكذب المتمحور حوالين الذات عشان الشخص يحمي نفسه من الاحراج او الرفض مثلا، والنوع الثاني اذر اورينتد لايز او الكذب الموجه ناحيه الاخر، وده العكس. انا مش بحمي نفسي، انا بحمي اللي بكذب عليه من الاحراج او الرفض او اي حاجه تضايقه عموما او تجرح مشاعره.
علماء النفس شايفين ان الصدق طول الوقت مش احسن فكرة دايما عشان تقوي الروابط الاجتماعية بتاعتك مع اللي حواليك. الحاجة التانية بقى اللي الناس بتبرر بيها دايما واللي غالبا بتتعامل بشكل غير واعي، هو ان الناس بتحاول تدور على اي حاجة تثبت لها ان الكذب ده في الموقف ده في الوقت ده شيء مقبول اجتماعيا عادي. زي مثلا في التجربة اللي حكيتها لك في الاول، لما واحد في النص وقف وقال انا حليت ال10 اسئلة صح وخد كل الفلوس ومشي. لو انت جوه التجربه دي وفي احتياج حقيقي للفلوس دي وقتها، وما عندكش مشكله اصلا انك تقول حاجه غير الحقيقه وهي انك ما حلتش غير 4 اسئله بس، ساعتها ممكن تعمل زيه، لان حاليا ده سلوك مقبول اجتماعيا وفي غيرك عمله والدنيا عدت وما حصلش مشاكل. طب ايه، هنفضل عايشين نكذب وبيتكذب علينا طول الوقت كده؟ جم العلماء كرروا التجربه بتاعت المسائل دي تاني، بس ضافوا عليها حاجه صغيره المره دي، وهم ان هم خلوا المشاركين قبل ما يبداوا التجربه يحلفوا ان هم هيقولوا الحقيقه زي المحكمه كده. ولو ان الموضوع ده يبان لك ساذج وطفولي شويه، ولكن لقوا ان نسبه الناس اللي كانت بتكذب بعد الحركه الصغيره دي قلت فعلا، لانهم بالطريقه دي حولوا عقلهم اللاواعي اللي بيخليهم يكذبوا من غير ما يفكروا قبلها لعقلهم الواعي اللي دلوقتي فايق ومصحصح وعارف ان هو قدام اختيارين اتنين ملهمش تالت، يا الصدق يا الكذب. ودي فعلا طريقه ممكن تفوق بيها نفسك وتخليك تتصرف بصدق اكتر. اخر حاجه هقولها لك، لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.